قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. يقول الدكتور خالد جبير حفظه الله: كنت ذاهبا للمغرب لإجراء بعض العمليات، وأنا في طريق إلى المغرب جلس بجانبي شاب عمره 36 سنة. بعدما تكلمت معه قال لي: أنا عندما كنت أبلغ من العمر 33 سنة أصبت بجلطة في الدماغ أدت إلى شلل نصفي كامل بما فيه عدم الكلام أو البلع، وذلك بسبب التدخين، لأنني كنت أدخن وعمري 13 سنة. وقال للدكتور: ستبقى طول عمرك مشلول، شلل نصفي. قلت له: مشلول وأنا عمري 33 سنة؟ قال الدكتور: نعم، ليس لك أي علاج. قلت: أذهب للعلاج في الخارج؟ قال: لا يوجد لك علاج. قال: قلت: أذهب إلى أمريكا؟ قال: لا يوجد لك علاج. يقول الشاب: فرأيت فجأة أمامي كل الذنوب من زنا وترك للصلاة وغير ذلك من الذنوب، فتبت منها توبة صادقة، فأحسست بانشراح في صدري، وجاءني معها أمل أنني سأمشي على قدمي وسيشفيني الله عز وجل. قلت للدكتور: يا دكتور، أريد الخروج. قال الدكتور: لا تستطيع الخروج الآن. قلت: أريد الخروج على مسؤوليتي. قال الدكتور: لا أحد يستطيع أن يعالجه. قلت: أريد الخروج وليس لك بي دخل. قال: ثم وقعت الورقة وخرجت وجلست في بيتي 4 أشهر بين قراءة للقرآن وصيام بالنهار وقيام في الليل. وبعد 4 أشهر ذهبت إلى المستشفى أمشي على قدمي لأقابل الطبيب، ولما رآني قال: ما هذا؟ أين تعالجت؟ قلت: تعالجت عند الشافي المعافي. قال الدكتور: ممكن نعمل لك أشعة مقطعية لنرى الجلطة الأولى؟ قلت: نعم. قال: فأخذوني وعملوا لي أشعة مقطعية، وجاءني الدكتور يقول: سبحان الله. قلت: ماذا هنا يا دكتور؟ قال: الجلطة اختفت كأنها لم تكن، عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تقنط وإن لاقيت هما يقبض النفس، فأقرب ما يكون العبد من فرج إذا يئس. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من